كاينين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم يا الخواتات غادي جيتكم بالطريقه ديال الشباكيه ديالي، هي المخرقه ولكن حنا ولفنا كنقولوا الشباكيه. الطريقه ديالي المعتمده واللي هي ان شاء الله الرحمن الرحيم ديما كتطلع مزيانه. غندير لكم المقادير. عندي هنا 3 كيلو د الفرص. انا راني مصاوبه كميه كبيره، راه عارفين العواشر بنادم كيذوق الحباب والعائله اللي عنده شي حد ما يذوق. عندي 3 كيلو د الفرص، عندي نص كيلو ديال الجوجلان، هانتوما تشوفوا مطحون مزيان. عندي 3 المعالق القرفه، عندي 4 المعالق ديال النافع. هذا القوام ديال 3 كيلو الخواتات. عندي هنايا 2 معالق ديال حبه الحلاوه و2 كوزات ومسكه حره، طحناهم مجموعين باش طحنوا مزيان. عندي هنا الخواتات معلقه صغيره ديال الملحه، وانا يدي ثقيله في التشبيك، غندير غير شويه قريصه الخميره نتوما تشوفوا، وخماره غنزيد واحد شويه من وحده نص، على اساس خماره كدار في الكيلو، وانا ما غنديرش خميره بزاف لان ثقيله في التشبك. انا راه ماشي متدربه، ولكن الطريقه ديالي كنصاوبها كتطلع شباكيه مزيانه، واخا ثقيله شويه في التشبك ماشي مشكل، كنصاوبها بشويه عليا وقتاش ما ساليت هو هذا. دابا غنخلط خواتات هاد المكونات هكا شي شويه. نخلطوا المكونات. دابا العواشر بنادم كيبغي يذوق العائله ولا اللي عنده وليداتو ولا شي حاجه كيصاوب كميه بالزايد هكا، ما فيها باس. مره في العام ما دات ما جابر، لازم يفكر بها بابو او ولادو او اللي عنده شي حد باغي يذوقو. بعد ما خلطنا هادشي دابا راني هذا كاس ديال الزيت البلديه، كاس ديال الزيت الروميه، عندي كاس ديال 4 ديال الزبده مذوبتها عطاتني كاس ونص ديال العنبه. غنحاول نخوي ونخلي داك شويه د الحليب اللي كيبقى في القاع. عندي هنا الثلث ديال كاس العنبه ديال الخل الابيض الخواتات ها هو. عندي هنا باكيه ديال الخرقوم العادي الملون وشويه ديال زعفران شعره على حساب اللون. وغندير الخواتات 2 صفار ديال البيض، 2 ديال الصفار. نخليو الابيض على جنب. دابا الخواتات عندي قرعه وحده ديال الماء الزهر. غنبدا دابا ان شاء الله كنخلط. بسم الله صلاه النبي رسول الله. غادي نكبوا هاد القرعه كلها على اساس ان عندي 3 كيلو، ما نساوش هذه الخبزات. اللي بغى يدير 2 كيلو 2 كيلو، واللي بغى يدير كيلو يديرو، ولكن انا كندير دائما كندير هاد 3 كيلو باش كنذوق منه. غادي نكملو الخواتات بالماء عادي، نكملو العجينه بالماء. تقريبا غنزيدو 2 قرعات ديال الماء الزهر. هاد القرعه هادي الخواتات غنعمرو 2 هما اللي غنكملو بهم العجينه ديالنا.
قرعه ديال قرعه ديال الماء الزهر، غنعبر 2 بالماء. هكا غنكون عجنت ب3 ديال القرعات الخواتات، باش ما تجيش جاريه، باش منين نجيو نصوبوها ان شاء الله تعطينا الطوع وما تكونش جاريه بزاف مرخوفه وما تكونش قاصحه في نفس الوقت. انا كندير ليها هذا العبر هذا، كتجي تبارك الله غزاله. انا وهكا يا الخواتات غادي نداوم انني نجمع العجينه ان شاء الله حتى نكمل هاد الكميه د الماء هكا، وانا كل مره كنزيد شويه ونحاول نعجن، ومن بعد غندلكها شي شويه ان شاء الله الرحمن الرحيم، واحد 10 دقائق، نعطيو ربع ساعه ديال الدلك هكا. ولا بان لينا الطحين كنكبو شويه ديال الماء حتى كنكملوا داك 2 قرعات. صافي غادي نبقى ندلكها هكا، ومن بعد ان شاء الله غنرجع لكم باش ما يجيش الفيديو. دابا يا الخواتات بعد ما جمعت العجينه دلكتها واحد شويه 10 دقائق هكا، ودابا غنقطعها كويورات. نحاول نقطعها بيدي باش ندير كويورات هكا. العجينه عندي كثيره كيف تقطع نديرها كويرات. كنوقع عليها حتى نكورها كامله، نكمسها في الميكا ونخليها ترتاح ان شاء الله. الا احتاجيتي انك تجمع الطحين جمع، الا جاتك شويه فاتيه على حسب الدقيقه البنات. حنا كنديروا داك المقدار ديال ما الزهر وداك الشيء، ولا منين تصاوبي الا بانت لك شي شويه ما تجمعت لك شي زيد فيها الطحين عادي، يعني على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما يشربش ولا. المهم الا كان كيلو كدير فيه قرعه وحده، قرعه ديال الماء الزهر، نص كاس ديال الزبده، نص كاس ديال زيت البلديه، نص كاس ديال الزيت الروميه، 2 معالق ديال الخل، 2 معالق ديال النافع، 4 ديال الجوجلان، معلقه ونص ديال القرفه، معلقه ديال حبات الحلاوه، قريصه ديال الملحه، وواحد الخماره. هذا قياس كيلو. صافي دابا غنرجعوهم هنا كلهم نغطيو عليهم بالميكا. صافي نخليهم واحد 5 دقائق ونبدا ندلك ان شاء الله ونشوف. دابا يا البنات انا رجعت لكم الطريقه الثانيه باش نخدم. غنشد هذوك الكويرات اللي انا كورتهم، غنحاول نطلقهم شي شويه هكا باش نسهل عليا العجينه، وكل ما ارتحت مزيان. غتبغيو تشوفوا العجينه كتعطي غزاله البنات. نحاولوا نطويوها هكا شي شويه باش كنسهلوا علينا نحطها تحت الميكا. انا صوت الولاد نتا هكا حتى نساليهم كل ان شاء الله بهاد الطريقه هذه، ونساليو المقدار اللي حنا غنخدموه واحد 6 هكا ولا 8، ومن بعد عاوتاني نزيدو نطلقوهم هكا شي شويه باش نسهلوا علينا الاموريه. نحاولوا نديروهم طاريين. هذه الطريقه البنات اللي ما عندوش لا ماكينه لا والو بحالي هكا، لازم عادي العادي ما عندوش ماكينه وبغى يدير شباكيه، صافي كيدير بهاد الطريقه هذه.
ماشي ضروري حتى يكون عندنا كاع الماتيريال عاد باش نديرو الحاجه. عاوتاني نطويو هكا، نحاولو نديروهم قد قد. بغيتو تطلقوا ديريكت البنات طلقوا ديريكت، هذه عا باش نسهل عليك ما تضيعش بزاف. صافي هكا غنكمل البنات من واحد 6 ولا 8 ونعاود نرجع عندكم ان شاء الله. سلام البنات، انا رجعت لكم بعد ما رتحت ليا العجينه، غادي نطلقها دابا ان شاء الله هكا غير بشويه هكا. نتوما تشوفوا العجينه تبارك الله مطاوعه عليها، ما قاصحاش ما جارياش، كنمشيو هكا شويه بشويه. دابا البنات من بعد ما طلقتها هكا شي شويه غنخليها، نتوما كتشوفوا الغلف ديالها، الغلف ديالها تبارك الله. انا ما بغيهاش رقيقه شفافه، كنبغيها شي شويه هكاك. هانتوما تقريبا السمك مليمتر، تقريبا مليمتر. صافي كنعوطوها دابا هكا شي شويه. هادشي اللي شي طالب ما نلوحوهش هكا، حنا نحطوه تحت الميكا. ايوا صافي ونبداو هكا على حساب الكبر اللي بغيتو. اللي بغاها كبيره بزاف قطعه كبيره، واللي بغاها صغيره يقطع صغيره. انا نبغيها موينه ماشي صغيره بزاف، ما كنبغيش انا ديك حاجه صغيره. عيني ميزالي صافي كنبداو هكا 1 2 3 4 والخامس كنقطعو فيها البنات هكا. كنزيدو كنقطعو كميه 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 كنقطعو فيها. صافي كنبداو هكا نزلو الاولى خليو الثانيه، نزلو الثالثه خليو الرابعه، نزلو 3 هكا كنلصقوا ليهم هادو بجوج. صافي وكنقلبوهم بحال هكا بحال الوريضه. نزلو الاولى الثانيه نهبط الثالثه هكا جوج من التحت وثلاثه من الفوق، نلصقوا ليهم هادو وكنقلبوا الراس هكا دار وريضه. هانتوما تشوفوا الناس. نزل الاولى نخليو الثانيه الثالثه الرابعه تهبط الخامسه تطلع، ثلاثه من الفوق وجوج من التحت ولصقوا الريوسه ديالهم. صافي هكا تجي وريضه هكا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ونزيدو هكا. نوزل الاول نهبطو الثاني الثالث الرابع يهبط والخامس هكا يا البنات ولصقوا ليهم الرويصه. صافي صافي ونبقاو هكا يا البنات حتى نكملوا. انا عاوريكم الطريقه ديال التشبيك ديالي ان شاء الله ونكمل ونوريكم الطريقه ديال القالي. هانتوما كتجي وريضه غزاله. ايوا حنا هكا ماشي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ملي كيكونوا البنات عادين كيكون شي شويه ديال الدهشه مع تبارك الله عامه صاوبنا الشباكيه. ايوا شي شويه عا كتبدا كتطلق يدك صافي كتمشي كترجع ساهله. ها بواحد السرعه كتصوب. ايوا صافي هكا نعمروا اللاطات ديالنا ونرجعوا عاوتاني من بعد ان شاء الله نقلي والتعسير نوريكم هادشي كيفاش داير. ها الورده تبارك الله غزاله كتطلع. ايوا صافي هكا غنكمل البنات كلشي ونرجع عندكم ان شاء الله. رجعت عندكم البنات من بعد ما
ما قليت هذه الكميه هذه، راني باقي ما كملت، ولكن بغيت نكمل الفيديو نصور لكم اللي بغى يدير نفس المقاله وداكشي، ومن بعد نكمل القليه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش طلعت غزاله وهشيشه على بزيناتها. نتمنى تجربوها يا البنات وغتعجبكم. هذه ما عملتلاش، غنعمل لها اللوز ان شاء الله، غنديكوروها باللوز لان كاين ولدي ما كيبغيش الجوجلان، غندير عليها اللوز ان شاء الله هي والاخرى اللي عاد غنقليها. هانتوما يا الخوات طلعت غزاله. انا غنحاول نكسر قدامكم شي وحده، شوفوا تبارك الله. انا ناقصه شي شويه، ما عنديش مع الحلاوه ما نقدرش ناكلها، ولكن غزاله تبارك الله طلعت. هانتوما تشوفوا غزاله حاجه الدار يا البنات، ما تندموش عليها، ما تندموش عليها. اللي يبغي الزوجلان يعطي الزوجلان راه صحي يدير فيها، واللي كيبغي اللوز يدير اللوز. دابا هذه ان شاء الله انا غادي ندير فيها اللوز، هذه درت فيها الجوجلان. واتمنى الفيديو يعجبكم الخواتات، وحقكم في الجنه، وعاشركم مبروكه ان شاء الله، وقبلوا مني هذا الفيديو وعاشركم مبروكه. شكرا على حسن المتابعة. دعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب وإضافة تعليق مشجع. شكرا.